عارف ايه اصعب حاجة ممكن تشوفها في كرة القدم او في الرياضة بشكل عام؟ فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة. انك تشوف لاعب كان بيتكلم زمان بالمنطق. طب عارف امتى تقدر تحس ان المشهد الرياضي بقى عبثي بالفعل والاعلام اصبح ميكروفون وبس ومنصات الاعلام اصبحت حلبات للمصارعة؟ لما تلاقي حد ماسك ميكروفون او معلق ميكروفون هنا اهو وفاكر نفسه ان هو قاضي الكرة او الرياضة في مصر، يشتم ده شوية ويقلل من ده شوية ويطبل لده شوية وفي النهاية يقول لك إنه محايد. شريف حازم، تعال نتفرج على الفيديو ده مع بعض ونرجع لكم تاني. يعني انا شايف ان النادي الاهلي استفاد من التحكيم اكتر ما ضره. السنه بالعكس، دي في كل السنين، يعني مش السنه دي بس. هو مش يعني الاهلي انا بس. يعني انا متهيألي في مصر مش الاهلي بس. احنا برضو عندنا حاجه. انا شايف بصراحه الدوري، انا مش قصدي حاجه والله العظيم، بس انا شايف ان الدوري لو حكموه اجانب النادي الاهلي مش هياخد الدوري. كابتن شريف حازم طالع اليومين دول في البرامج وعلى المنصات الإعلامية بصورة مختلفة تماما عن اللي انت شفته في الفيديو ده، والناس مش ناسية هو كان بيتكلم ازاي زي ما انت شفته، ولا تقدر تنسى تصريحاته القديمة بخصوص التحكيم ومين النادي اللي كان بيستفيد من التحكيم. ولما سألوه في الموسم ده قال لهم على مر التاريخ. دلوقتي فجأة أصبح المدافع الرئيسي أو الأساسي للنادي الأهلي، ولما تيجي سيرة نادي الزمالك تحس إن هو داخل خناقة، ماسك الدرع في إيده والناحية التانية السيف، واي حد هيقابله في وشه زملكاوي هيقطع راسه. هجوم وسخريه ولقطات وكل ده عشان ركوب الترند. وده يخلينا نسال سؤال مهم، هو التغير اللي بيحصل للانسان ده سببه ايه؟ تاريخ كابتن شريف حازم في النادي الاهلي كله على بعض لا يتعدى 3 سنين او 3 سنين ونص، هنقول 4 سنين. ولما يقول لك انا حصدت مع النادي الاهلي بطولات، فالبطولة بتعود للنادي مش للشخص، لأن الفريق كله بيتكاتف للحصول على البطولة دي بعد مجهود وعرق. للأسف بقينا في زمن المواقف فيه بتتأجر، وناس كتير قوي أفكارهم اتغيرت وتنازلوا عن مبادئهم عشان خاطر الميكروفون زي اللي انتوا شايفينه ده وشوية إضاءة واستوديو وإعلام ومشاهدات وترند. زمان كنا بنتفرج على تحليل ونقد رياضي، دلوقتي للأسف أي حد مش لاقي شغلانة يطلع على السوشيال ميديا، يطلع في المنصات، يستضيفوه في البرامج عشان يعمل فرقعة. للأسف بيزعق وبيشتم وبيعلي صوته وبيستفز جماهير بالملايين، وبعد كل ده للأسف بيبقى مطلوب على القنوات لأنه بيجيب مشاهدات. ما بقاش المطلوب هو الشخص الفاهم أو المحلل الرياضي الصح، أصبح المطلوب الشخص اللي صوته عالي واللي يقدر يتطاول ويتجاوز واللي يعرف يولع السوشيال ميديا أكتر. ويا حبذا بقى لو هو كده إيه خبيث شوية يرمي له كلمتين في النص. الغريبة يا صديقي انك تلاقي لاعب سابق كان بيتهم النادي الاهلي ان هو بيستفيد من التحكيم عبر سنين طويلة، النهاردة تلاقيه بيتكلم بلهجة تانية خالص، بقى بيقول الكلام اللي بيرضي المذيع او القائمين على البرنامج او الجمهور اللي بيطبله. سنين الاهلي كان مستفيد من التحكيم ودلوقتي اصبح النادي الاهلي المعصوم من اي نقد. زمان كان الكلام فيه جرأة، دلوقتي بقت حسابات ولقمة عيش، وده مش نقد او تطاول على النادي الاهلي. الاهلي كبير بجمهوره ولاعيبته وادارته، لكن النقد هنا للناس اللي بتغير جلدها كل شويه حسب الموجه رايحه فين، لان الانسان المحترم مواقفه ثابته، ممكن يختلف يراجع نفسه ومش بعيد ان هو يعتذر، لكن مش في كل مرحله بوش جديد. الجمهور مش ساذج، الجمهور فاكر وعارف وبيفتكر، بيعرف الشخص اللي بيتكلم عن قناعه شخصيه وبين شخص بيتكلم عشان يحافظ على مكانه تحت الأضواء. لما يتحول الإعلام الرياضي لسوق من الصراخ والمصالح ما تستغربش لما الحقيقة تضيع والتطبيل يبقى هو المهنة الرسمية. أشوفكم على خير.